المهم خليني اقول حاجه اللي ممكن تاذيكم. ده المهم، شيل الشنطه على ناحيه واحده. الحل ايه طيب؟ اوعوا تقولوها. ايوه الهاني اللي بتقول بقى نشيل الشنطه بقى. ها انا كتفي عمل كده، اشيلها على الكتف التاني. حلوه حلوه يا ولا. ايه ده ايه ده؟ يعني انت قاعده في عياده، حد داخل لي جايب لي كده اشعه اتفضل. ايوه انت عندك سكليوز درجه كبيره. طب العلاج حضرتك هنبدا جلسات. شيل الشنطه على الكتف التاني، ادفع وانت طالع بقى. يلا اللي بعده. حاول تعمل حاجة صح. نصيحه اللي بفكر كده ما يتخصصش عض، ما يتخصصش عض. معلش انا بعتذر لكم عن حالته. This is the last sons of Mankara. والله كان جاي في عز شبابه والله العظيم، وصحته حلوه والدنيا جميله. الموضوع بدا السنه اللي فاتت انه اتشال له بقعه عوج. من اللي بشوفه هنا، من التسميع والاراء العلميه الجميله اللي بيسمعها. حسبنا الله ونعم الوكيل. اعمل له اي حاجه. صاحبي يا دكتور اتفضل يا فندم اتفضل. اللي واقف قدامك ده واخد ميداليه دهب في الطب. امير يا حاج فكك مكسور، تعالى. بعت الممرضه قيب آلة من تحت. امير بس يبقى نضيف. افتح بقك. افتح بقك. يا سبحان الله، ده ايه ابني اللي جاب لي سنك هنا؟ وايه السنان دي كلها؟ احنا علم علوم، يعني المنطقه دي احنا علم علوم. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني مثلا تخيل يوم النتيجه مثلا لا قدر الله لو انت كده وقعدت تعملي كده في الحيطه، او يوم النتيجه لا قدر الله حد مسك دماغك وقعد يعمل كده في الحيطه عكس بقى. يعني مين هنا اللي يحميكي؟ مجهودك طول السنه هو اللي هيحميك ان شاء الله. يا كفايه بنلطم. بيقول لك خليك في الموضوع. حاضر خلينا في الجمجمه. لو انت تعملوا حادثه رباط في حته احسن.